تعال بص معايا الهدف ده كده. احمد صالح داخل، ولكن حارس المرمى برافو الشيخ عبد الحليم. يا لهوي يا لهوي، ولد الحارس. طبعا لو سألت اي حد في العالم مش في مصر بس، الهدف ده من النظرة الاولى كده لمين رغم انه لابس اسود، هيقول لك للنادي الاهلي. هي اهداف وكور النادي الاهلي دي ناس يا باشا متيسر معاها كل حاجة في الدنيا، كل حاجة معاهم متيسرة. مفيش حاجة مثلا اسمها نيرف، اسمها عصبية، اسمها شدة، اسمها بقى قاعد كده على كورة بقى هدف بتاع، كل حاجة متيسرة والدنيا جميلة. طب اقول لك انا على حاجة تانية، الكورة دي لو مع الزمالك واتبسط بالشكل ده، عارف المدافع مش هيقلب فان دايك بقى، لا فان دايك ده ليفل قليل، ممكن يقلب مثلا فان بيرسي، ممكن يقلب مالديني، ممكن يقلب اي حركة ممكن تتخيلها انه يطلع الكورة دي بالشكل الامثل زي ما الكتاب قال. انما يغلط والكرة تخش جون وفي الدقيقة 3 4 كده والدنيا تبقى متيسرة مع الزمالك، مستحيل. مش احنا يعني مش احنا بتوع الحاجات دي. كانت طلعت والمدافع ده احترف في اوروبا وجاله عقود احتراف، وكيف اخرج هذا المدافع الكرة، ولكن دي ناس حياتها جميلة وبسيطة ومتيسرة. يعني مثلا ما تلاقيش اهلاوي قاعد بيتفرج كده مش عشان الجون ده بس، والله ده كتير كتير كتير. ما تلاقيش واحد بيتفرج كده مثلا ايه مشحون يا رب والنبي، لا هي خبطة تك تخ في فخدة اي حد دخل الجون خلص، الدنيا اتيسرت، جاب التاني جاب التالت. هو بيجيب اجوان مفيش مشكله، بس هي لازم تبقى متيسره معاه، مفيش حاجه متعقده او صعبه. بص انا مهما شرحت لك انت مش هتحسني، بس والله العظيم هي دي الحقيقه.